السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال. النهارده بقى هنعمل مع بعض روتين يوم الجمعة، هنقضيه مع بعض، هنعمل فيه حاجات حلوة جدا تعجبكم اوي ان شاء الله. حط لايك للفيديو ان شاء الله لما تتفرجي عليه ويعجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بأمر الله. يلا بينا نبتدي الروتين بتاعنا ونسمي ونصلي على الحبيب المصطفى النهارده كتير شبابيك، ونشوف يلا هنعمل ايه مع بعض، ونشغل قرآن طبعا. طبعا بفتح الشبابيك معاكم زي ما انا قايله لكم علشان بس تجددي هوا بيتك، وكمان تتركي تبعدي الطاقة السلبية عن بيتك، وكمان تمنع المشاكل، تمنع الحسد، كل حاجة تتخيليها هقولها لك في الفيديو ده. اول ما تفتحي عينيكي فتحي الشبابيك كلها، حتى لو كانت الجو ساقعة. بعد ما الولاد تروح المدرسة فتحي الشبابيك كلها زي ما انتوا شايفين كده على وسعها، وبعدين تشغلي القرآن على صوت عالي في البيت على سورة البقرة، علشان تطرد اي حاجة وحشة من البيت، سواء طاقة سلبية، سواء حسد، سواء آم، تجديد هوا كده نقي للولاد. تمام. هنا انا بشغل القرآن على التلفزيون القديم، علشان لو سبت القرآن لحد مثلا العصر ولا حاجة شغال ما اقلقش، لان الشاشة بصراحة عادت حساسة ومحتاجة يعني تحسسي عليها كده وانت بتتعاملي معاها، ومحتاجة وقت معين تفتحيها فيه ووقت معين تقفليها فيه وتريحيها من الشغل. هنا انا شغلت القرآن، وربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بزيارة البيت الحرام يا رب، اللهم امين. وشغلت الغسالة ورحت الولاد قالوا يا ماما عايزين نتغدى بدري علشان ورانا دروس. فانا كنت جايبة بصراحة، بعت ابني جايب السمك ده من السوق، احنا عندنا تلات وجمعة سمك. فجبت الجمبري، قلت ايه اعمل لهم جمبري النهارده لان هم طالبينه من فتره وما كنتش بجيب. بتعدي من هنا بعرفك الاول ازاي تشيل الكيس الرملي. طبعا انا نضفت الجمبري كله كويس جدا وغسلته حلو قوي قوي ونقعته زي ما انتم شايفين كده. بتعدي من الديل لفوق تلات حتت كده اللي هو المفصلات او مش عارفه بيقولوها ايه، وتعملي بالخله كده وتشيلي الكيس الرملي بكل سهوله. وهنا بقى جبت ايه، حلة على النار، حطيت فيها شوية زيت زي ما شفتوا. هقلب البصل بتاعي، هدبله شوية. انا هشوح الخضار اللي معايا كله الاول، وبعد كده هضيف الفلفل على طول زي ما انتوا شايفين. ولو عندك قرن فلفل حراق مش قادرة اقولك بقى على الطعم والريحة كمان. طبعا انا هعمل شوربة جمبري عادية خالص. وهنا هضيف شوية توم كده زي ما انتوا شايفين. الله على الريحة بقى، بصوا يعني انا واقفة بصراحة الريحة جميلة جدا جدا، وخصوصا لما اضيف بقية المقادير. بشوحه برضو كده في النص، وبعد كده هضيف الطماطم. طيب عايزة اقول لكم الشاشة انا لسه مصلحاها دافعة فيها مبلغ وقدره، بس علشان الليد بتاعها باظ ضعف. كنا بنيجي نتفرج عليها كانت ضلمة كده، فاهمين قصدي؟ فعشان كده بقول لكم مش هشغلها كده عمال على بطال يعني. حطيت هنا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون، وهغطي الحلة بتاعتي على الخضار ياخد بس من طعمه بعده كده ويطلع ريحته الجميلة. وهبتدي اضيف الجمبري اللي انا غسلاه واحدة واحدة تحت الحنفية شطف كده واحدة واحدة والله. وبعد كده غسلته في مية وبنشله في بولة واحطه في بولة تانية نظيفة، وبعد كده بنقعه في ليمون علشان الرمل يا جماعة بجد انتوا مش ضامنين. الجمبري بصراحة عايز يتغسل كذا مرة علشان تضمني ان هو يبقى نظيف تماما. وقمت حطاه كده على بقية الخضروات وبقلب كده زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم بصوا من احلى يعني هتشوفوا لون الشوربة، ويا ريت بس كنتوا جنبي وانا كنت دوقتكم طعمها.
وهنا ضفت بعد ما شوحت الجمبري مع الخضار والبهارات، ضفت كده شوية مية سخنين بس يغطوا الجمبري بتاعي عشان الشوربة تبقى مركزة ويبقى طعمها حلو. هنا بقى بعد ما يستوي الجمبري، حابة تضيفي عليه كريمة لباني ضيفي، حابة تعملي شوربة سي فود وتزودي سمك تاني مع الجمبري بنفس الطريقة، وبتزودي بقى السمك اللي انت عايزة تزوديه. وهنا عملت رز ابيض، هو انا غالبا بعمل معاه رز صيادية، بس بنوتي الصغيرة مش بتحب الرز الصيادية فبعمل معاه الرز الابيض برضيها يعني. وكان بألف هنا وشفا يا رب على قلبهم وعلى قلبكم، يا رب تجربوه يعجبكم بالطريقة دي. وطلعت هنا بقى ايه الطيور بتاعتي وسطحي بقى ومملكتي فوق. مملكتي ليه؟ مملكتي علشان دي اللي بقضي فيها وقت، زي ما انتوا شايفين كده كنا قاعدين بقضي فيها وقتي من بعد ما اخلص شغلي طول النهار، ما بخرجش ولا بروح عند حد. هي دي مملكتي بقى، دي خروجتي ودي قعدتي. طبعا دي مانجا. آه، جوزي يا رب يبارك فيه يا رب ويخليه ويجيبه بالسلامة، كان هو اللي زرعها قبل ما يمشي. انا هعلف هنا الطيور بقى، هملا لهم المية بتاعتهم. انا اللي متابعني عارف ان انا ما عادش عنده طيور زي زمان، هو على قد كده شوية حمام على قد اكلنا وشوية فراخ على قد البطين، بس مش اكتر. طبعا هغير المية وادعك الفرشة دي سايباها هنا على الخزانات اللي انتوا شايفينها دي للعلب بتاعة الطيور عشان ندعكها فيها وكده. وهنا البرميل ده طبعا بحط فيه العيش الناشف علشان يبقى موجود للحيوان، لو مفيش اكل علف زفر او مفيش اكل بواقي اكل بكسر من ده واحطه للطيور، لكن مش دايما بحط له من ده طبعا. لو في بواقي اكل بحطه طبعا، او لو في مقدار ان انا اجيب علف يفضل يعني من كل اسبوع مرة او مرتين، لان هما لازم ياكلوا علف زفر او رز شعير عشان البيض. وخلصت هنا الحمام، ورحت برضو نفس الطريقة هعمل مع الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هعلفهم برضو عيش، بس كان معايا زبالة وانا طالعة فوق، زبالة اكل يعني بواقي اكل، بحطها في علبة او في كيس واطلعها. وقبل ما ادخل المية للفراخ حبيت اسقي الزرع كده. كنا بنزرع دلوقتي فول مدمس بنحطه في الشرب ده. بنوتي الصغيرة كانت بتعمل نشاط بتاع المدرسة اللي هو فول ينبت ويحطوا قطمة وتبله حاجات غريبة كده، انا نسيتها. فباباها قال لها زرع ايه شوية فول في البتاع ده، فزرعته. بحمي بقى الزرع كده، بخليه يزهزه كده ولونه يلعلع كده زي ما بيقولوا مش عارفة ايه لعلع دي، بس يلا بقى. وهنضف بقى السطح كمان، وهخلي السطح فل بصراحة، لان انا بصراحة يعني ايه ببقى مبسوطة جدا جدا وانا قاعدة فيه كده بعد العصاري، بعد ما اخلص شغل وهو نضيف ورايق كده وجنب الزرع وما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يسعدنا واياكم ولو بأبسط الاشياء. هو ده رضا ربنا عليك، انك تحسي بقيمة النعمة اللي في ايديكي حتى لو كانت بسيطة جدا جدا وفي نظر الناس تانية تفاهة يعني. فاهمين قصدي؟ ده بيبقى رضا من ربنا عليكي. خلاص بقى اخد بقية المية واحطها هناك. وهنا رصيت الكراسي كده رصة كأنه انتريه كده ولا حاجة. و هبتدي بقى اكنس السطح كله، هو انا على طول بكنسه، فعلشان كده هو مفيش فيه الا شوية تراب ناعم كده وشوية لب من القزقزة بتاعت بالليل او اخر النهار الوقت اللي بنقعد فيه. بطلع انا وولادي او انا لوحدي او انا وجارتي وولادها، نقعد نجيب شوية لب ونقعد نقزقز بقى كده شوية شيبسي حاجة ساقعة شاي كده، يعني نقضي وقت فوق. ايا كان حد معايا او محدش معايا انا بطلع، بحب اطلع واقعد. وهنا بلم الزبالة. بصوا انا علشان احافظ على السطح نضيف كده بالشكل ده ما بخرجش الطيور بتاعتي بصراحة، اللي هما الفرختين دول ما بخرجهمش في الشمس عشان ما يعملوش حمام في المكان بصراحة، وده غلط انا عارفة. لازم الفراخ تشوف الشمس عشان البيض وعشان جسمهم يبقى نضيف. بس انا بحن عليهم يعني من كل فين وفين كده يطلعوا في الشمس. وفي نفس الوقت بحط كيس على السطح معلقاه بحط فيه الزبالة بتاع السطح، طالعة بكيس فيه علف. وفي دي بروح حاطة فيه بكنس كنسة زي دي، بروح حاطة الكنسة فيها لحد ما الكيس يتملي وبروح رمياه بعت ابني يرميه.
انا كده بحافظ على سطح نظيف على طول. وهنا زي ما انتوا شايفين برضو جبت المطبخ والحمام، وما شاء الله تبارك الرحمن السطح بقى فله. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، وحط لايك للفيديو لو انت معايا لحد دلوقتي، وكومنت حلو كده، بجد نفسي في كومنت حلو تشجيعا ليا كده. وطبعا يعني مش قادرة اقول لكم، انا دخلت على الاحصائيات بتاعة القناة، لقيت مشاهدات كتير جدا من السعودية، ودي تقريبا اول مرة تبقى بالنسبة دي. فبجد على راسي، وشرفتوني ونورتوني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله، ونبقى احلى اصدقاء واخوات واحبايب وحبايب مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، انا بحب ارش شوية مية كده بسيطين على السقف بعد ما اكنس، عشان احس برواقة يعني. ربنا يسعدنا وإياكم يا رب، اللهم آمين، وكل سنة وانتم طيبين. آه هتقولي لي بمناسبة ايه؟ خلاص دخول الشتاء يعني، فصل الشتاء. وكمان النهاردة جمعة، الجمعة بيبقى عيد في الأرض وعيد في السماء بالنسبة لي والله. وببخر بقى يعني، هنزل دلوقتي أبخر، وهغير بقى وهقعد وإيه وهستجم كده لو هطلع فوق. باي باي.